يرضيكم اللي عملوه فيا ده؟ يرضيكم يعني يصحوني من النوم ويجعزوني ويقولوا لي قومي يلا كده شهلي اعملي لنا كنتاكي؟ ينفع الكلام ده؟ بس اعمل ايه، بحبهم وغصب عني لازم اقوم. قمت طلعت الفراخ غسلتها كويس جدا بملح وليمون وميه ودقيق، وبعد كده صفيتها وشلت الجلد بتاعها خالص وحطيت لها بهارات وبصل وحبهان وكبابة، واديتها تشويحة كده على البوتاجاز على نار هادية، وبعد كده قمت حاطة عليها المية المغلية وسبتها براحتها. ديت بقى ايه اعمل بس؟ اعمل يا بنات كنتاكي بس؟ لا طبعا. قمت قايمه جايبه كيس باميه وعملتها ايه، شوحتها كده على البوتاجاز ببصلايه متصفره وحته صغيره من الفلفل الاخضر، وبعد ما اتشوحت 5 دقايق كده على البوتاجاز بالبهارات برضو نزلت عليها بالطماطم وسبتها بقى ايه تغلي غلوتين، وبعد ما غلت غلوتين حطيت معلقه سكر كده، ربع معلقه صغيره، علشان بس الصلصة ما تعملش حموضة على معدتنا. قمت نازلة عليها بالمرقة بتاعة الايه بتاعة الفراخ، ما انا عندي مرقة فراخ، ينفع يبقى عندي مرقة فراخ واروح ان انا اعمل بتاع اسمه ايه ده احط مية؟ ينفع؟ لا طبعا. سبتها برضو على البوتاجاز بقى ايه تغلي غلوتين 3 لحد ما البامية تستوى، ورحت عملت الايه الرز الاصفر بتاع الكنتاكي. جبت بقى طماطم وفلفل وبهارات وكركم وزيت، وحطيت بقى كل ده على البوتاجاز شوحته، نزلت عليه بالرز البسمتي بعد ما كنت نقعاه اقل حاجة ساعتين في المية المغلية. قمت نازله عليه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هحط عليه المرقه. ما انا بقى النهارده يومي كله مرقه، او ينفع احط ميه والمرقه موجوده. حطيت عقد الرز البسمتي نفس بقى عقد الرز العادي بتاعنا، وسبته برضو هو كمان يستوي. بعد كده دخلت بقى عشان ايه افنش الكنتاكي بتاعنا. جبت معلقه دقيق وحطيت عليه كركم، اهم حاجه عشان تطلعي الكنتاكي حلو بنفس لون المطاعم لازم تحطي معلقه كركم على الدقيق ومعاها بهارات، والميه السقعانه برضو فيها معلقه بهارات ومعلقه صغيره خالص 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 من الملح. احط في الدقيق، اطلع من الدقيق احط في الميه، ارجع تاني احط في الدقيق تاني، وهكذا لحد ما اخلص الكميه اللي عندي. وبعد كده اولع على الزيت وانزل بالفراخ في قلب الزيت، بيبقى سخن جدا، وبعد كده هدي النار شويه صغيرين هيتحمر الفراخ وهتبقى لونها اصفر وحلوه جدا جدا. دي كانت التومه بتاعه الباميه. تعملي تومة للبامية يا مروة؟ اه بعمل تومة للبامية زيها زي ال- الملوخية يا بنات. بالظبط. بتدي طعم تحفة جدا 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 للبامية. الكنتاكي ناشفة وحلوة جدا جدا وسهلة وبسيطة وطعمها يجنن.